سلام عيال. لا سلام ولا كلام، انت طعام. يا عيال ودي ابغى العب معاكم. سلامات، شايفه برحة ابوك عشان تلعب فيها؟ ايوه. انا ابوك اشتري البرحة نلعب فيها. يا عيال كل شيء فيه طبيعي الا وجهه كانه تقليدي. يا عيال من كثر انه شكله غريب حتى الشبح خايف يشبهه. عمر انت هنا صاصة كبار، انت عمر انا يضرب انت. شوف انت عمر، انت له غرفه، شوف مرايه يبقى اشتراها انت عمر. روح انت جامد اوي، بس لو ملامحك قصبية كنت طرت من زمان. يا جماعة الخير، ما يصير التنمر، ايش هذا؟ اكثر ما يصير كذا، القرآن حثنا على عدم السخرية من الآخرين، الرسول قال لا فرق بين عربي وأجمي إلا بالتقوى، ولا فرق بين أسود وأبيض إلا بالتقوى، والناس كأسنان المسك. يا عم نروح صلي لك، جايين عند اشتباه. يلا اسر، يلا من هنا، يلا روح تقل المسجد، لا تقعد تجينا يا عمي. يلا يا عمي، يلا من هنا يلا. تنمرون عليه بكره والله عضله كل واحد. اروح اتمرن الحين اوريهم بكره واحد واحد. بابا انا بقى هذا واحد جاي ضاربني مسخ قبل جاهل. ليه اسكت بقى؟ قال بجاك شغله تيجي فربله ما معته. ايوه انا قال ما قامت امس. ليه بطلقه فما بيني وبينه. الطلقه تبوق عدنا مبوق. شيلنا نتدرب. ودي لنا اصابه. مش لا احنا ضارب ما يضربنا. شيلنا بقهم. يلا دول دولنا عصابيه. اخر واحد انت يا ورع. سبحان من غير الأحوال، الأيام تدور. التنمر سلوك عدواني يترك أثرا نفسيا عميقا في الضحية، ليس من الشجاعة إيذاء الآخرين بالكلام أو الأفعال، فالكلمة الجارحة قد تدمر قلبا وتطفئ روحا، فلنربي أبناءنا على الاحترام والتعاطف، ولنكن جميعا جزءا من حل هذه الظاهرة. قل لا للتنمر
ونعم للرحمة والإنسانية.